انتوا بتعرفوا انه اكثر من 70% من الرجال والنساء ما بيعرفوا يختاروا الجينز تبعهم؟ موضة الجينز لل 2025 مش رح اقول صيف 2025، لانه انتوا بتعرفوا انه هالقطعة بالذات هي الوحيدة اللي بتنلبس شتي مع صيف. صحيح رح احكي عن موديلات هالسنة، ولكن الكلام النهائي هو جسم المرأة. هيدا الكلام كل وحدة منا بتعرف جسمها، حتى لو الاشياء منا على الموضة بكسر الموضة وبلبس شي يكون بيروح لجسمي، وهيدا سر السيدات الأنيقات. أهلا وسهلا فيكن. شوفوا، الموضة حلوة كتير ما في شك، ومنحب نمشي على الموضة، بس شخصياً أنا جربت كتير إنه أنا جسمي ساعة رملية. طيب عال، يعني برحلة كل الموديلات مش مزبوط. لما جيت لألبس قصر عالي، لما درج القصر العالي، إذا ما كنت ضعفانة كتير كتير وما عندي ممسوحة، ما ممكن يرحلي، لأنه كان يظهر مثل كأنه عندي بطن، وبطن مش حلو، يعني يبين غلط. ما بدنا نمشي على الموضة، بدنا نمشي على الاشياء اللي بتروح لجسمنا. اذا بدي اعطي عنوان للجينز 2025، موضة الجينز 2025، في يقول راحة، أناقة، واستدامة. ليش؟ لأنه هو دمج الكلاسيكية مع العصرية مع تركيز على الراحة والاستدامة. خلينا نبدأ أول شيء بالريترو جينز، يعني الوايد لاج جينز، اللي هو الواسع، أرجل الواسعة، مستوحى أكيد من الأزياء تبع السبعينات. مميزاته إنه بيوفر هالتصميم راحة، أناقة، وبيناسب مع مختلف أشكال الجسم. شوفوا، شخصياً سكيني جينز أنا ما لبسته، ولكن راح ورجع. أما ريترو جينز كان خصر واطي، والبعض كان زايد هيك وساعة تحت الركب، نقله باديليفون. فينا نلبس هالتصميم بكل أنواع الأجسام، ولكن للمحجبات بينلبس مع قميص طويل فضفاض، أو مع تونيك بغطي منطقة الوراك. ما في لكم مع معطف كحلة قد ايه بيطلع حلو، أو أكيد قميص. هلأ الخامات، نختار الأقمشة القطنية خصوصاً للمحجبات، لأنها بالصيف ما بتشوب، مريحة، والقميص مع ألوان محايدة أو ألوان هيك باستيل ما في لكم شو حلو. لاحظوا هالجينز من أي أيام كانت لابسته فيكتوريا بيكام، وهلأ رجعت لبسته. هلأ هي قد منا ضعيفة فيها تلبسه مع هيدول الجياب اللي قدام. كمان بتلاحظوا انه رح تشوفوه كتير على ستيلا ماكارتني بالعروض تبعها. نيكول كيدمان هلأ رح تشوفوها كمان لابسة هالجينز بالذات. نحن عم نفرجي ماركات عالمية، لأنه نحن بناخد الأفكار منهم، وبيلتقوا هن بمطلق أي سعر عند عدة ماركات فينا نشتريهم. مش ضروري نكون ملاحقين هالماركات بالذات. الأشخاص اللي حابين يستضيفوا بشكل مميز، يتعرفوا أكثر عن فن وآداب الطاولة، من طريقة العزيمة لللباس لتحضير الطاولة الأنيقة، طاولة ما تنسى إن كان بالمطعم أو بالبيت لعدة مناسبات رسمية وغير رسمية، أو حتى مع الأهل والأصحاب. كل المعلومات صار فيكن تاخدون بكورس واحد من خلال الرابط بالكابشن. نرجع للحلقة. تاني واحد هو الجينز المزدوج، يعني دبل دينم جينز، اللي هو الاعتماد على إطلالة دنم بالكامل، راجع كتير بقوة. فينا ننسق قميص مع بنطلون ذات اللون، أم هيك متباين في يقول. فينا نشوفهم على أشلي بارك من ماركة فيرساتشي. الدبل دينم جينز لأي شخص لأي جسم في جرب، طالما الألوان متناغمة. الأفضل إذا حابين نخلق توازن، تكون قميص الدنم شوي ضيقة مع جينز واسع، أم يكون في جاكيت. رأيي الشخصي لما القطعة بتكون بنفس اللون ذات الشيء،
ممكن نخلق منظر مش كتير جذاب شخصياً. يعني بفضل نمزج بين درجات مختلفة، إلا إذا طقم فريمان كتير حلو مثل اللي قطع اللي شفناه، بس مش كل شي بيزبط يكون بهالشكل. والجينز اللي كلنا رح نلبسه هالصيفية لأنه كتير بيريح هو الباجي جينز. عملته ماركة جوتشي، رح تشوفوه جينز فضفاض. هالتصميم بيتجه للموضة المريحة مع قصات هيك مستوحاية من التسعينيات. مجموعة ربيع 2025 لمسة عصرية على كلاسيكية مثل ما قلت لكم، بيناسب كتير المحجبات بشكل مثالي، خاصة مع قميص طويل هيك اوفر سايز يعني، أو مع جاكيت دنم كمان بيطلع كتير حلوة لإطلالة شبابية أكتر. اختاري درجات الجينز الفاتحة للصيف، نسقيها مع طرحة هيك بلون محايد. هلأ الأحذية الرياضية مع صناديل مغلقة من قدام للمحجبات بتناسب كتير هالإطلالة بشكل فريمان مثالي. الباجي جينز مظهر مريح، بيضيف حجم للجسم المستطيل ما في شك. برأيي إذا الجسم صغير، قامة صغيرة، بتبين السيدة أقصر، بدنا ننتبه. ما في شك إنه الجينز من أساسيات خزانة المرأة، مثل البنطلون الأسود مثل الجينز. قولوا لي أنتوا أي جينز بتحبوا. مهم ننتبه إنه يكون جينز بيروح لجسمنا. أنا بشكركم ومنضل على تواصل.